يمكن الكلمتين دول يغيروا مجرى حياتك، بس أهم حاجة تفهمهم صح. لازم تعمل موازنة بين عقلك وقلبك. في مواقف لازم تلغي فيها التعامل بالعاطفة، تفرمل، ما تقولش لنفسك معلش أنا لازم أديهم كل اللي أقدر عليه، وبعدين هما هيفهموا ده ويقدروه. اعمل لوجه الله، بس ما تستناش مقابل، ولا تستنى إن اللي قدامك يفهم ده ويقدره ويبادلك المشاعر بتاعتك. يعني لما تعمل حاجة شغل مخك قبلها، هل الحاجة دي في مكانها الصح ولا لأ، في وقتها الصح ولا لأ. ما تخليش اللي قدامك يجبرك على العطاء وكأنه حق مكتسب، كأن اللي بتعمله كله من حقه بدون إرادة منك، وإلا هتندم وهتخسر نفسك وهتخسر وجودك وكيانك في الآخر. حافظ على كرامتك، واللي يقولك الحب ما فيهوش كرامة قوله آسف، لأن أول مبدأ في الحب هو الاحترام. لو اللي قدامك ما بيحترمكش هيحبك ازاي؟ صدقني لو اللي قدامك حس ان عطائك سهل وحبك أبدي مش هيعمل لك حساب، هينسى كل المبادئ والأصول. وقت الزعل هيعتبرك حاجة مضمونة ومش هيركز مع وجودك من عدمه. رتبوا حياتكم صح. تحياتي، يحيى شاهين.